السلام عليكم متابعي سوريا سبورت. اليوم راح نتحدث عن تفاصيل البطولة الرباعية في الإمارات. نعم، أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أنه سوف يتم عمل بطولة سوف يشارك بها 4 منتخبات، كل من المنتخب الإماراتي ومنتخب آيسلندا ومنتخب الكونغو ومنتخب العراق وسود الرافدين. اليوم راح نتحدث عن تفاصيل هذه البطولة وموعد مباريات المنتخب العراقي في هذه البطولة. طبعا البطولات الرباعية دائما ما يتم عملها في دول الخليج، وكان من أهم هذه النسخ وأبرزها البطولة الرباعية التي أقيمت بالسعودية. نعم، عندما شارك منتخب البرازيل ومنتخب الأرجنتين ومنتخب العراق والأخضر السعودي، ولعب كل منتخب مباراتين، لعب المنتخب العراقي ضد السعودية والأرجنتين، وهكذا سوف يكون نظام بطولة الإمارات الرباعية. ايضا راح يلعب العراق مباراتين، الاولى امام منتخب ايسلندا بالتاسع من الشهر القادم، نعم بتاريخ 9/12 راح يلعب المنتخب العراقي ضد المنتخب الايسلندي. طبعا منتخب ايسلندا اصبح من المنتخبات الجيدة في اوروبا بالاعوام الاخيرة، واكيد مواجهة منتخب مثل ايسلندا راح تكون مفيدة للمنتخب العراقي. نعم، المنتخب الايسلندي لا يقارن في منتخبات انجلترا واسبانيا والمانيا ومنتخبات اوروبا اللي بالصف الاول، ولكن مستوى المنتخب الايسلندي يعني اكيد يتفوق على منتخبات قارة اسيا. فمواجهة منتخب ايسلندا راح تكون بطعم اخر، راح تكشف اخطاء المنتخب العراقي، والاهم من ذلك هو احتكاك لاعبي المنتخب العراقي في لاعبين من طراز اخر وجودة مختلفة. فمنتخب العراق بصراحة يلزم التنويع في المواجهات التي يخوضها ضمن أيام الفيفا داي والبطولات الودية، حتى يطور من مستوى وخبرة اللاعبين الحاليين، خصوصا أن منتخب العراق يملك نخبة كبيرة من الشباب، ويجب على هاللاعبين الشبان أن يخوضوا مباريات متنوعة مثل هذه المواجهة. أيضا منتخب العراق راح يلعب مواجهة أخرى بتاريخ 14 من الشهر القادم، نعم بال14 من ديسمبر راح يلعب مباراته الثانية في هذه البطولة، ولكن لم يتم تحديد اللعب ضد الكونغو أو ضد الإمارات، ولكن أنا شخصيا أفضل أن يلعب المنتخب العراقي ضد منتخب الكونغو، كونه منتخب إفريقي، لاعبين يمتلكوا خشونة باللعب وبنى جسمانية قوية. فبشوف أنه منتخب العراق مواجهته ضد الكونغو أكثر فائدة من مواجهة الإمارات. طبعا في بطولة السعودية الودية لعب المنتخب العراقي ضد المنتخب الأرجنتيني وضد المنتخب السعودي. طبعا في بطولة السعودية الودية لعب المنتخب العراقي ضد الأرجنتين والسعودية، لكن أنا بشوف أنه كان يجب أن يلعب ضد الأرجنتين والبرازيل. نعم، هذه فرصة حتى تلعب المنتخبات الآسيوية ضد منتخبات من خارج القارة، فبشوف أنه يجب أن يلعب المنتخب العراقي ضد منتخب الكونغو، ونتمنى من الاتحاد الإماراتي أن ينظم هذه المواجهات، وليس أن يلعب المنتخب العراقي ضد المنتخب الإماراتي، لأنه مواجهة العراق والإمارات أكيد ما راح تكون مهمة وغير مفيدة لكلا المنتخبين. خلونا نستعرض ترتيب هذه المنتخبات ال4 المشاركة في هذه البطولة على سلم الفيفا. بالمركز الأول منتخب آيسلندا، بحيث أنه يتواجد بالمرتبة 39 عالميا. نعم، منتخب يملك تصنيف ممتاز في الفيفا ويعد من أهم المنتخبات بالعالم. بالمركز الثاني منتخب العراق بالمرتبة 70 عالميا. طبعا لا نعلم التصنيف في شهر نوفمبر الحالي، ولكن بكل تأكيد راح يتقدم المنتخب العراقي بالتصنيف بعد الفوز على أوزبكستان والتعادل مع الأردن. أما بالمركز الثالث المنتخب الإماراتي بالمرتبة 74 عالميا، وبالمركز الرابع منتخب الكونغو بالمرتبة 93 عالميا. نعم، مثل ما شايفين منتخبات متقاربة التصنيف باستثناء المنتخب الأيسلندي، ولكن أهم شيء هو اكتشاف نقاط الضعف والاحتكاك بلاعبين من قارة أوروبا وقارة إفريقيا. هذا الأمر أكيد راح يكون إيجابي للاعبي المنتخب العراقي. طبعا هذا كان ملخص حلقة اليوم، وخلونا نروح لفقرة التعليقات. الأخ علاوي ابن الجنوب يسأل: ليش منتخبات أوروبا أقوى من منتخبات آسيا؟
أخي علي يعني الجواب موجود بسؤالك، لأنه أوروبا تتفوق على آسيا بكل شيء. نعم، لاعبي أوروبا هنالك اهتمام يعني أكبر، هنالك يعني عدة مواهب. يعني تقريبا كرة القدم في أوروبا واصلة لمستويات بعيدة جدا عن منتخبات قارة آسيا، فأكيد يعني ما في مقارنة، والجواب يعني معروف بكل منطقية. الأخ إبراهيم محمد يسأل: هل نادي ريال مدريد قادر على الفوز في بطولة دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإسباني لهذه السنة؟ وما هي الأخطاء التي تراها في الميرينجي؟ وهل زيدان قادر على قيادة النادي أم يجب أن يأتي بوكتينو مدرب توتنهام السابق؟ أخي الكريم، يعني ريال مدريد أكيد من أفضل الأندية الإسبانية بل وحتى في أوروبا، يعني أكثر فريق حقق لقب دوري يعني أبطال أوروبا، فأكيد يعني ما نصعب على أبناء زيدان. لكن ضعف ريال مدريد بصراحة هو بخط المقدمة. أرى أنه يعني يجب قدوم مهاجم يعني مثل روميرو لوكاكو أو أغويرو، وجناح أيمن أيضا مثل اللاعب يعني رحيم ستيرلينج. أما بالنسبة للمدرب زيدان فأكيد يعني من أفضل المدربين، وبشوف أنه هو الأجدر يعني لقيادة كتيبة ريال مدريد. الأخ وليد التركي يسأل: شو من شان اللاعبين عدي جفال وزاهر ميداني وحميد ميدو ويوسف القلفة وفهد اليوسف وتامر الحاج؟ أتمنى تحكي لنا عن هؤلاء اللاعبين ومع أي نادي. طبعا أخي الكريم، يعني هؤلاء اللاعبين اللي ذكرتهم يعني أغلبهم تم استبعادهم من المنتخب السوري، طبعا بعد اكتشاف أسماء جديدة يعني من طرف المدرب نبيل معلول، بل وحتى بعض هذه الأسماء كانت مستبعدة يعني على دور المدرب فجر إبراهيم. طبعا جميع اللاعبين حاليا يعني ينشطون بالدوري السوري، يعني في مختلف الأندية السورية باستثناء اللاعب حميد ميدو، يعني اللاعب يلعب مع نادي الميناء العراقي، واللاعب فهد اليوسف أيضا يعني يلعب مع نادي الوحدات الأردني. الأخ ابن الحلة يسأل: هل كاتانيتش راح يرجع المحترفين في البطولة الرباعية بالإمارات؟ أخي الكريم، يعني بالأيام القليلة القادمة راح يتم يعني عدة تغييرات هامة بالأسماء عند المنتخب العراقي. هنالك أسماء يعني سوف تعود للعب يعني من جديد مع المنتخب العراقي، وفي أخبار يعني إن شاء الله هالكم من نهار يعني راح تكون يعني مفرحة للجماهير العراقية. طبعا هذا كل شيء حبيت أقدمه بحلقة اليوم. بالأخير لا تنسونا من الإعجاب والاشتراك بالقناة.